قرية المارونيات قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد. عدد سكانها بحدود 2500 شخص، كلهم كرد، لكنهم فقدوا لغتهم الكردية منذ أواخر العهد العثماني، حيث كانت جمعية الاتحاد والترقي تحارب اللغة الكردية، فجاءت بعدها الحكومات السورية المتعاقبة الشوفينية، وأيضا تكمل مشروع جمعية الاتحاد والترقي، فيفقد أهلنا في الجبل لغتهم الكردية. تعمل الأهالي بالزراعة وتربية المواشي. من عشائر الجبل موشان، عوجان، شيخان وكيخية. موشان أي أنهم قدموا من مدينة ومنطقة موش في شمال كردستان بين قوسين تركيا. وكيخية كي أي والشخص ذو المكانة العالية، وخية متأتية من خو أي كي خو كي خسرو مثلا، كي خو أي إله الشمس. قرى جبل الكرد أو جبل الأكراد قسم اللاذقية في عمومها تعرض لهجوم عنيف وقصف من قوات النظام السوري، قوات الأسد، لذلك تدمرت الكثير من قراهم وهم بحاجة إلى مساعدات عاجلة. لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمساعدة أهلنا في الجبل، أن يوصلوا لهم المساعدات، أن يساهموا في إعادة بناء قراهم لأنهم بحاجة إلى مساعدتنا. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسامٍ كردية، فلغتنا الكردية كباقي اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في جبل الأكراد أو جبل الكرد.